اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللي اول مره تشوفني ما تنساش تضغط لايك وتضغط على زرار الاشتراك، واللي متابعاني من قبل كده تضغط لايك. المهم النهارده نعمل مع بعض الكشري المصري الاصيل على طريقتي، وطبعا اعتمدي الطريقه دي لان بجد بجد هي نفس طريقه المحلات. طيب هقولك الكميات بالظبط، علشان في الكشري اللي انا عملته قبل كده الناس قالت انتي مش بتقولي على الكميات بالظبط. تمام، لو انتوا عايزين الكميات بالمقدار هقول لكم الكميه بالمقدار، ركزوا معايا وبذكرك تاني تضغطي لايك. المهم معانا حله على النار. طبعا انا هعمله في حله واحده، بس انا صراحه ما لقيتش طاسه على قد كميه الرز اللي انا هعملها. الطاسه اللي عندي كبيره فانا اضطريت اعمل في حله تاني، بس هو كله عاملاها في حله واحده. تمام. الطاسه دي ما تحسبهاش، لان قصدي الحله دي ما تحسبهاش لاني ممكن تعمليه في طاسه. شويه الرز دول تعمليهم في طاسه بدل الحله، يبقى برضو استخدمتي طاسه وحله. المهم معايا شويه زيت على النار، وبعد ما الزيت بيسخن بننزل بربع كيلو شعريه بتمن كيلو شعريه وعليهم ربع رز. بقول تمن شعريه وربع رز، بقول المقدار بالظبط اهو، تمن شعريه وربع رز. بعد ما الشعريه تتحمر هننزل عليها بالرز ونحمر الرز كويس جدا مع الشعريه، وبعدين بننزل بميه مغليه. لو عندك شوربه تمام، ما عندكيش شوربه عايز تحطي مكعب في الميه برضو تمام. ما عندكيش مكعب ممكن تحطي الميه وعليهم حبه كمون وحبه ملح وخلاص على كده، وهيبقى طعمه زي الفل، لان طبعا الصلصه فيها كل التوابل. المهم بعد ما الرز استوى معانا كده هنركنه على جنب، ونروح بقى نشوف المكرونه. معايا ميه على النار بتغلي، فيها شويه زيت وشويه ملح، ومعايا كيلو مكرونه مقصوصه وعليهم تمن كيلو من المكرونه الاسباجيتي. يعني مش تمن، ربع كيلو يا بنات، يعني نص الكيس اللي هو نص كيلو، ربع كيلو يعني هتجيبي كيس نص وتاخدي نصه، يبقى كيلو المكرونه عليه تمن شعريه وربع رز وربع مكرونه اسباجيتي ونص كوبايه لسان عصفور. تمام كده. انا هنا كنت بقشر الطماطم بعد ما فكيتها من الفريزر. طبعا بقشرها، انا قلت لكم انا بفرز الطماطم بالطريقه دي، بنزلها من الفريزر تفك 5 دقايق وبعدين بقشرها، بشيل القشره منها خالص. تمام. هنا كنت بوريكم المكرونه اتسلقت معايا ازاي. طبعا انا صفيتها وحطيت عليها ميه بارده. زي ما انتم شايفين المعلقه ما فيهاش اي نشا خالص ولا عجين من مكان المكرونه ولا حاجه، لان المكرونه سلقتها 3/4 سوا. ركزوا في كل حاجه بقولها يا بنات. انا هنا الطماطم حطيت عليهم 4 فصوص توم قبل ما افرمهم، وبعد ما قشرتها كلها طبعا بالشكل ده حطيت حوالي 4 فصوص توم على الطماطم قبل ما افرمهم. عايزه تحطي تدق التوم وتحطيه مع البصله تمام، بس انا بحب التوم بتاع الكشري عشان ما يبقاش بارز قوي بحطه بفرمه مع الطماطم. طيب هنا انا كنت بعمل البصل الشرايح اللي بنحطه على الوش عشان البصل يطلع معاك مقرمش، ولا دقيق بقى ولا نشا ولا الخزعبلات دي كلها. انت هتاخدي البصل زي ما هو تحطيه في الزيت، بس الزيت يكون بارد جدا لسه ما سخنش خالص، وتهدي النار على الاخر لحد البصل ما يدبل، وبعدين ترجعي تخلي النار وسط لحد الاخر خالص. ما تعليش النار خالص، هو الاول واطيه جدا والزيت بارد. بعد كده لما يدبل البصل معايا بخلي النار وسط، وبعدين لحد ما البصل يتحمر معايا، وبعدين بصفي البصل. تمام. هنا البصل ادى لون، بس طبعا انا هتك عليه شويه لان هنا لسه البصل ما استواش معايا. لو طلعته في الوقت ده هيدبل ويطرى معايا، واحنا عايزين نحافظ على البصل ناشف ومقرمش كده لحد الاخر، فعشان كده انا هتك عليه شويه. انا كده حمرت البصل وصفيته، بس والله الفيديو ده اتحذف، وانتوا في اخر الفيديو هتشوفوا البصل معايا وانا مطلعاه وحطاه في مصفى. اهم حاجه بعد ما تطلعيه تحطيه في مصفى، ما تحطيهوش في طبق، وما تغطيهوش. اهم حاجه ما تغطيش البصل، تسيبيه كده في الهواء عشان ما يردش معاكي طري تاني. المهم في نفس ذات الطاسه وفي نفس ذات الزيت اللي كنت بحمر فيه البصل الشرايح بتاع الوش، بتاع وش الكشري يعني، حطيت بصل مفروم ناعم وحمرته، وبعدين نزلت عليه بالطماطم اللي انا مقشراها وحط عليها فصين توم وفرمهم معاهم. ركزوا ركزوا ركزوا. تمام. هحط بقى التوابل عندي فلفل اسمر وملح وسكر وكمون، وكمان معلقه من بهارات الكشري، وبخلي معلقه، يعني بحط معلقتين بهارات كشري، بحط معلقه مع الصلصه وهي بتغلي على النار، وبعد ما الصلصه تتسبك معايا كويس بحط معلقه تاني. طبعا انا خدت بقى كل اللي انا سلقته ده، خدت الرز على الشعريه على لسان العصفور اللي سلقناهم مع المكرونه مع المكرونه الاسباجيتي مع قولوا معايا، قولوا معايا،
حاجات كتيرة مع العدس اللي انا سلقته، كل ده مع بعضه كده على شوية زيت، وبدله بقى تقليبة كده حلو. ليه بقى شوية الزيت وليه تقليبة وليه انا بفرده كده كله وليه مش بخلي كل حاجة لوحدها؟ اولا عشان انا ما بحبش الكركبة كتير، ما بحبش المواعين الكتير، فمش هخلي كل حاجة لوحدها وبعدين اجي اغرف احط كل من ده شوية ومن ده شوية. طب ليه ده كله؟ احط كله على بعضه كده وبتقلبيه بعضه كده تقليبة حلوة، وبعدين تبقى حلة واحدة معاكي في الاخر. شايفين؟ لخصت الكلام في حلة واحدة. المهم، آه انتوا ملاحظين انا عملت كله في حلة واحدة. تمام. ايه كمان فكروا معايا. طيب بعد ما ضربت كله مع بعضه كده، انا طبعا ما كانش عندي بوله، فاضطريت احطه في العجان لان البولات اللي عندي كلها صغيره، وانا عايزه حاجه كبيره عشان اضرب كله مع بعضه، عايزه تخلي كل حاجه لوحدها. تمام. بس زي ما قلت لكم قبل كده، كله شيخ وطريقته، وانا بحب كده يا جماعه، بحب اقلب كله كده مع بعضه يبقى في حله واحده عشان ما يبقاش فيه كركبه كتير. طيب هنا بعد الصلصة ما اتسبكت معانا كده، هي لسه شوية انا هسيبها كمان 5 دقايق. انا كده في الوقت ده انا بحط بهارات الكشري. بهارات الكشري دي بتروح عند اي عطار او من الهايبر، بتقولي له عايزة بهارات كشري، هي خاصة بالكشري. تمام. المهم بحط معلقة مع الصلصة وهي بتتسبك، وبخلي معلقة قبل ما اطفي على الصلصة ب5 دقايق بالضبط، علشان تبقى ريحة البهارات موجودة لسه في الصلصة. هنا كنت بوريكم البصل اللي انا صفيته. طبعا بعد ما صفيته من الزيت كنت طبعا بحاول اوريكم واسمعكم صوته ان هو بيخرخش كده وناشف جدا ومقرمش، بس للأسف ما جاش صوت الفيديو. تمام. طيب هنا بقى هغرف طبق وهوريكم. انا بس عايزه اقول لك شويه تريكات قبل ما اقفل معاكم التسجيل. اولا المكرونه لازم تبقى 3/4 سوا. بقول تاني المكرونه، عشان حد كتير كان بيسأل المكرونه عجنت. انت اكيد سويتي المكرونه على الاخر. اي مكرونات يا جماعه عامه تبقى 3/4 سوا، لان المكرونه بعد ما بتطفي عليها بتاخد لها حوالي 5 دقايق كده ولا حاجه، والغطا او الحله متغطيه، الغطا متحليه، الحله متغطيه. معلش سامحوني. فالمكرونه طبعا بعد ما بتغطيها بتاخد وقت معاكي في انها بتبقى بتعجن معاكي، فانت المفروض او بتزود سوى زياده. يعني انت لما تكمريها في الحله اكيد السوى بيزيد عليها زياده يعني، فانت نزليها 3/4 سوى. اما الرز يبقى 90% سوى، مش 100% زي ما بناكله كده جنب الخضار، لا. الرز بتاع الكشري بيبقى 90% سوا، والمكرونة بتبقى 3/4 سوا. تمام. كمان نص كوباية اللسان العصفور اللي انا حطيتها مع المكرونة الاسباجيتي والمكرونة العادية في المية دي اضافية، لو مش عايزة تحطيها ما تحطيهاش. في بعض المطاعم بيحطوا لسان عصفور والبعض لا، فانتي مش عايزة تحطيها ما تحطهاش. شايفين شكل الطبق يفتح النفس؟ يفتح النفس صح؟ قولوا صح. اللي هو شايفه يفتح النفس ينزل في التعليقات ويقول لي ايوه صح، هو يفتح النفس فعلا. عارفه اني جوعتكم، فاللي نفسه في كشري يكتب لي في التعليقات وانا ابعت له كشري لحد البيت. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب ما اكونش رغيت كتير واكون ضيفه خفيفه على قلبكم.